مساء الفل على كل حبايبي. النهارده جايب لكم مكان يعني البيتزا الايطالي الصح، يعني الكربايه تمام، يعني الحواوشي بكل انواعه والشغل العالي. المكان اسمه بوم سبايسي، عربيه بوم البوم. محمود عامل فيها شغل جامد قوي. ازيك يا حود؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا استاذ محمود. كله تمام؟ نورنا سعاده الباشا. الله يخليك الله يخليك. احنا عاوزين نعرف بقى الشغل البوم اللي انت عامله ده على اساس البوم سبايسي فعلا اسم العربيه، والضجه اللي انت عاملها في حلوان ومايو. ده انت مقطع الناس في حلوان ومايو. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. ان شاء الله هتتفضل حضرتك وهنشرح ليك ونشرح للمشاهدين. شايفين بس العربيه بنوريكم، والمكان بسم الله ما شاء الله. شايفين الساحه ومساحه جميله جدا في مايو هنا. شايفين الله اكبر، يعني مكان حلو جدا تعرف تقعد. هم عاملين شغل عالي قوي في الترابيزات والتلفزيون وشغل عالي. المكان مصروف عليه ان شاء الله بسم الله ما شاء الله، يعني شغل جامد. هنخش بقى المحمود ونشوف الشغل. يلا بينا. جينا لك بقى العربيه من جوه كده، تقول لنا بقى العربيه الجميله دي بتقدم ايه؟ سعاده الباشا تحت امرك. احنا بنعمل ان شاء الله كريب، تمام، وبنعمل بيتزا، وبنعمل سندوتشات فرنساوي، وبنعمل سندوتشات سوري، تمام. وعندنا كمان عربيه كبده ايه الشعبيه كده، بنقدم فيها كبده وسجق وسوسيس، حاجات ان شاء الله حاجه يعني كويسه ومحترمه، تمام. نشوف الكريب بتاعنا الاول هيطلع شكله عامل ازاي. احنا عاوزينك بقى تورينا الحاجات الجميله كلها. اكيد يا باشا. ده الكريب بتاعك كده اهو، غرقان جبنه موتزاريلا اهو متروق عليه. شايفين الكميات اللي محمود بيحطها، كميات كبيره بس ما شاء الله. لا انتوا كمان اسعاركم حلوه كمان يا محمود. لا الحمد لله، يعني احنا يعني مش بنحاول بس ان احنا نكسب زبون، بس بنعمل حاجه كاننا بنعملها لنفسنا. بقينا اللي بيجوا يعني احنا بنتحدى الزبون ان هتشبع. الموضوع ان احنا بنقلل، لو هنقلل 10 جنيه او 5 جنيه من مكسبنا، تمام، بس بنشتري زبون وفي نفس الوقت بنقدم حاجه، لان اللي جاي عاوز حاجه مش هدفعك 60 70 جنيه وفي الاخر هتطلع جعان. ففي الاول وفي الاخر يعني انا بحط نفسي مكان الزبون، فبحاول اقدم للزبون حاجه تشبعه وفي نفس الوقت خامه وجوده كويسه، تمام. وزي المثل اللي بيقول بيع كتير اكسب اقل، تبيع اكتر تكسب اكتر، تمام. فاحنا في الاول وفي الاخر واخدينها هوايه. العربيه دي احنا فتحناها يعني احنا في الشارع، بس المكان ما شاء الله بتاعنا اوبن اريا. الاكل بتاعنا ما شاء الله نضيف. التحدي بيننا وبين الزبون انه رقم واحد انه هيشبع. تاني حاجه نفسنا الشكاوي بتاعتنا، نفسنا نلاقي شكاوي. يعني انا يعني الحمد لله ما فيش عندنا شكاوي لحد دلوقتي. كان في ضربات كتير حصلت في العيد، حصلت مع محلات كتير، بس بالنسبه لنا احنا عربيه مش التجهيز العالي، تمام. فاحنا بنحاول ان احنا نرضي كل الزباين، بس احنا عندنا حاليا شغلنا كله جوده الحمد لله جميله جدا. الاوردرات بتاعتنا بتطلع ما فيش اي شكاوي منها. بيتهيالي اي زبون بياخد اوردر من عندنا بيتفاجئ بيه، تمام. بيتفاجئ من حيث الكميه ومن حيث الجوده، تمام. ولما بيجي عندنا المكان هنا، المكان مكان عائلي جدا، بيتعامل مع الاستاف، التيم اللي هنا. التيم اللي هنا كله في ناس شغاله معانا من بره، بس مثلا ممكن مراتي شغاله معايا، مساعد الشيف بتاعي، والدتي شغاله، اخويا الكبير مثلا شغال، ابن خالتي شغال. فاحنا كلنا عائله، هو مشروع شباب في الاول وفي الاخر، تمام. فاحنا هو قايم على مكان عائلي، والمعامله مع الزبون بيتعامل معانا كاننا بنتعامل معاه كاننا عائله واحده. اما بالنسبه المكان ما والله الناس فعلا مبسوطه بيه، والعربيه بسم الله ما شاء الله باين عليها نظافتها اهي. يعني شايفين بسم الله ما شاء الله العربيه عامله ازاي، الله اكبر. شايفين الشغل والحاجه نظيفه ازاي. شايفين يعني الحاجه صعب ان انت تلاقي عربيه بالنظافه دي بامانه. الناس مهتمه جدا بالنظافه، الله اكبر عليكم بجد. شايفين الكميات كمان، يعني محمود حط كميات قد ايه، الله اكبر بالف هنا طبعا للي ياكل. ده الكريب البطاطس. لا هو في زبائن بتيجي تاخد من عندي اول مره تقول لها فعلا هي دي الكميات اللي انتوا بتحطوها في سواء بس الكميات دي انا بقول لك بره ما بلاقيش الكميات دي في الكريب، سواء لحوم او في العادي، او حتى سندوتش الاسكندراني عندنا، تمام. بس احنا بنقول لهم ده العادي اللي احنا بنطلعه كل مره. يعني انت لو جيت لي 10 مرات، لو جيت لي كل يوم هتلاقي نفس الكميه، نفس الخدمه، نفس السعر ان شاء الله. يعني انتوا الصفحه بتاعتكم بسم الله ما شاء الله عليها كميه ناس كاتبه كلام جميل جدا الصراحه. يعني حاجه دي يعني الواحد يقولها بامانه، يعني بسم الله ما شاء الله. ربنا يكرمك يا استاذ محمود. فاحنا ان شاء الله يعني لا بس انا عاوزك بقى توريني الحواوشي والبيتزا بتاعتكم، الحكايات بتاعتكم الجميله دي. يعني انتوا مقدمين شغل عالي جامد، يعني احنا عاوزين نوريني الناس.
شايفين بس الكربايه عامله ازاي، الله اكبر. لا متكلفه والله، بس ما شاء الله عليك. عشان حضرتك كمان جيت على غفله يعني ايه، فاحنا يعني في التجهيزات تمام لسه ايه بنشتغل من اخر النهار. احنا ما بنشتغلش طول اليوم، بنشتغل مثلا من الساعه 3 4 العصر لحد 3 4 الفجر. انتوا اصلا الشغل بتاعكم بيبدا من بالليل، لان القعده الجميله اللي بره دي في الساحه دي الصراحه يعني ايه، في الصيف بقى والكلام ده كله يبدا السهر من بالليل اصلا يعني. تمام اكيد الساعه 11. فالحمد لله لحد دلوقتي احنا بنبني ارضيه يعني، لحد دلوقتي لسه لحد الان بنربي زبون لسه الناس بتعرفنا. يا حبيب قلبي وريني بقى الكربايه كده من جوه قبل ما تفتحها. شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، كربايه محترمه اهي. الكربايه دي بطاطس ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. شايفين الكربايه دي بسم الله ما شاء الله، كل الحجم ده الله اكبر ب 40 جنيه. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا محمود والله. دي حضرتك يا استاذ محمود الكريبات زنجر بتاعتنا، هي اللقمه ما شاء الله سياحي، حاجه نظيفه. فوقيها جبنه من انضف انواع الجبنه ستريتش تمام. فوقيها بنحط فلفل خاص، بنضيف بطاطس كمان على الكريبايه، بندي للكريبايه 120 جرام زنجر تمام. يعني ما شاء الله الكريبايه عندنا واخده حقها تالت ومتلت. هي بس ما شاء الله باين عليها الله اكبر. ياكل الكريبايه ما يحسش فيها كل حاجه، حتى بالنسبه للحمه والزنجر اللي فيها ما شاء الله واخد حقه زياده. وسعرها برضو يعني سعر الكريبايه 70 جنيه تمام. واخده يعني 120 جرام زنجر كده بيتهيألي يعني ان شاء الله الحمد لله يعني حجم لا زي الفل. ولسه ايه هتفنشها كده وتوريها لنا بقى. تحت امرك. شايفين بسم الله ما شاء الله عامله ازاي، الله اكبر. بعد ما خلصت بألف هنا. شايفين البطاطس عندهم بيعملوها فريش، بطاطس طازه يقطعوها على طول ويعملوها ايه فريش فريش. شايفين البطاطس بتستوي، الله اكبر زي الفل. طبعا كل شغلهم فريش. ده شكل رغيف الحواوشي اهو الاسكندراني، ده لسه كده في اول التظبيط. شايفين غرقان لحمه اهو وجبنه موتزاريلا زي الفل، وكمان الفلفل الخطير، ولسه كمان ايه محمود هيفنشه وهيحط عليه الاضافات من فوق. كده الحواوشي خلاص محمود خلصه تمام. قفل الرغيف كده وظبطه من جوه زي ما احنا شفنا. وايه بقى الاضافات اللي انت حطيتها دلوقتي يا حوده؟ في حضرتك من جوه اللحمه، وعندنا فلفل، وعندنا جبنه موتزاريلا. طبعا الحمد لله الكميه نفس ايه ده رغيف الحواوشي اللي بيطلع عندنا العادي الطبيعي تمام. هيخش كده هو خلاص وش زيت وش صلصه، هيخش الفرن هيستوي. بعد كده هيطلع في الاخر رغيف حواوشي وش جبنه تمام. ده عندنا ب 60 جنيه ماشي. رغيف الحواوشي ده بيبقى حجمه بيبقى فورمه بيتزا وسط، ما شاء الله فورمه كبيره مش صغيره، مش سمول بيتزا، لا حواوشي اسكندراني فورمه وسط ما شاء الله ما شاء الله. يعني هيبقى حاجه جميله جدا تمام. وللي هيطلبوا او ان شاء الله اللي هياكلوا تمام، يعني دي حاجه هتبقى وجبه اساسيه عنده، حاجه جميله وحاجه تشبع. هندخل دلوقتي الحواوشي بتاعنا الفرن وهنطلعه تمام، وبعد كده اوري حضرتك بعد ما نحط كمان اضافات ونعمله الوش، وهنوري حضرتك بعد كده ان شاء الله. يلا بينا يا باشا. كده احنا بنحط الاضافات زي ما احنا قلنا كده، احنا طلعناه بعد ما خد نص سوا عشان نحط الوش بتاعه تمام. الله اكبر، تسلم ايدك. شايفين الحواوشي الاسكندراني مختلف عندهم يا جدعان والله. بس ما شاء الله عامل ازاي. لسه هيخش الفرن بقى والجبنه تسيح تبقى حكايه. بس ما شاء الله ده كده الحواوشي الاسكندراني عند بوم سبايسي. شايفين رغيف الحواوشي وحلاوته الاسكندراني، محمود زوقه وروق عليه. طبعا يعني الاضافات دي برضك باختيارك انت حابب تعمل ايه تمام. احنا حبينا نوريكم برضك الشغل العالي بتاعهم، وفي اضافات تانية في كل حاجه انت ممكن تبقى عاوزها تلاقيها عندهم. فبسم الله ما شاء الله يعني ربنا يحسن ما بين ايديهم. الله اكبر، تحفه، سندوتش تحفه. يعني ربنا يكرمك يا محمود ويحسن ما بين ايديك يا رب ان شاء الله، انت واخوك ومراتك وقريبك حسين. يعني ربنا يكرمكم يا رب كلكم ان شاء الله. محمود فردها خلاص اهي، نعمل احلى بيتزا اهي. نشوف زي ما انتم شايفين دي الصلصه جبنه اهي تمام. يعني حاجه استرتش كده في منتهى الجمال تمام. طبعا احنا لما بندي البيتزا تمام بنشبعها تمام، لازم توصل للزبون، مش حاجه كده زي رغيف عيش ومحطوط عليه سنه جبنه ايه او شويه خضار. الخضار غالب على البيتزا بتاعتنا. لا احنا بنعمل البيتزا ايا كان هي البيتزا ايه، الزبون بتاعنا في الاخر هو اللي بيحكم. طبعا الجبنه بتاعتنا يعني زي الكريبات اللي انا شفتها انت بس ما شاء الله مليانه. ده الساندوتش الكريب اصلا كان مليان بطاطس، كان مش عارف يتقفل من كتر البطاطس بس ما شاء الله يعني. لا شايفين الكميه اللي هم بيحطها، مش اللي هو حبه صغيرين بس عشان تشد. لا مفيش ميزان، احنا بنمشي بالميزان في الجبنه
في معدل بس احنا الحاجه اللي تملى العين بنعملها. وده الطبيعي بتاعهم على طول، يعني انت في اي وقت هتلاقي الحاجه دي كده هي زي ما انت شايفها بالظبط. دي بيتزا مارجريتا تمام. دي بيتزا بانيه، دي سمول، دي ميديوم وسط. تمام. هنفنشهم دلوقتي وهندخلهم بعد كده الفرن ونرجع لحضرتك لما كده. انت حطيت البانيه اهو، محمود قطع البانيه يروق الكلام. شايفين شايفين الكميات، شايفين الكميات بس ما شاء الله. لسه بقى هيروقها بالخضار والفلفل. الفلفل اهو مروق على الكلام. البيتزا بعد ما خرجت اهي، شايفينها عامله ازاي؟ وريها لنا كده اهو. الله اكبر، شايفين بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ورينا كده الظهر بتاعها، القعر بتاعها، شايفين بسم الله ما شاء الله. تحفه. هشة كلها يعني زي الفل اهي. دي كده الحجم الوسط صح كده؟ دي وسط. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديك والله. ورينا التانية بقى كده. الله اكبر، شايفين بسم الله ما شاء الله عامله ازاي؟ زي الفل. شايفين الكميه كمان، احنا وريناها لكم قبل ما تستوي. بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه. دي كده دي كده السمول صح كده؟ دي السمول. شايفين الجبنه. الله اكبر، الله اكبر، ربنا يحسن ما بين ايديك. لا بوم فعلا، بوم سبايسي. الجبنه بتاعتنا في منتهى الجمال ما شاء الله يعني. هدى انا عاوزك بقى، انت فاجئتني في البيتزا عندك. الطعم طبعا والكلام الجامد دوت كله، الناس يعني هي اللي بتتكلم تمام، وهنوريه للناس تمام. انا عاوز اشوف بقى الاحجام الغريبه اللي عندك، اللي هي يعني انت بتعمل احجام مميزه مش موجوده بره، باسعار مميزه كمان. بص يا سعاده الباشا، احنا عندنا ان شاء الله عندنا 4 فورمات شغالين بيهم تمام. دي الفورمه سمول تمام. فورمه دي وسط، ودي لارج، ودي عندنا فورمه اكس لارج. طبعا الاكس لارج دي نادر لما تلاقيها، ولو لقيتها مش هتلاقيها بالسعر اللي احنا بنبيع بيه طبعا تمام. فان شاء الله يعني هي دي الحاجه اللي تميزنا. هي بالنسبه لكل انواع البيتزا عندنا هي بتميزنا، سواء في الخامات الفريش اللي احنا بنشتغل بيها، اللحوم الفريش تمام، او حتى الشركات من يعني اجمل الخامات اللي احنا بنشتغل فيها، اللي الزبون اصلا بيحس بيها في البيتزا اللي بياكلها، سواء جوده الجبنه تمام، او العجينه الهشه اللي هي عاليه. طبعا احنا ما بنشتغلش بامريكي، احنا بنشتغل ما بنشتغلش بايطالي، بنشتغل بالعجينه الامريكي تمام، اللي هي عامله زي كيك كده، تاكلها طعمها جميل وفي نفس الوقت بتاكل كيك تمام. اما بالنسبه للعجينه فوق، فالعجينه عندنا بالنسبه للجبنه الموتزاريلا، اللي جرب ماشي ما بيقدرش، اللي هو خلاص. بالنسبه للعجينه جميله جدا. الجبنه الموتزاريلا حاجه كده استيك بتشد، اللي هو ستريتش، حاجه في منتهى الجمال تمام. كميه العجين نفسها تمام، لا هي رقيقه زي الايطالي تمام، ولا هي عاليه جدا تمام، اللي هي في المتوسط جميله وطعمها اصلا يتاكل لوحدها تمام. اما بالنسبه للجبنه والحشو، فاحنا الحمد لله ما بنخليش مكان في البيتزا، سواء الخضار او اللحوم المدخن، او حتى اللحوم اللي هي مثلا تشيكن، ما بنخليش مكان غير لما بيكون محشي كله للاخر. فما شاء الله البيتزا كحجم وككميه بتملى عين الزبون، وما شاء الله بتعجبه. بالنسبه للطعم، الطعم يعني احنا بنحط الميكس جبن ده بنحط على اي بيتزا عامه. فبالنسبه لحجم البيتزات عندنا او سعرها، عندنا الصينيه دي. شايفين الصينيه؟ وريهم العلبه بتاعتهم عشان يعرفوا العلبه. بص العلبه، يعني العلبه دي مش هتلاقيها عند اي حد. دي هي شايفين العلبه حجمها قد ايه؟ على فكره يا جدعان العلبه دي حجمها كبير جدا بجد. يعني بيتزا اكس لارج تمام. شايفين اهي تمام. دي بقى بكام عندنا؟ اكبر بيتزا دي في الاصغر منها ب 130، دي فور سيزون. الاكس لارج ب 160. شايفين دي 160. عاوز اوريكم لما هتشوفوها كمان عامله ازاي. دي 160، ده بره دي مش هتقل عن 250 جنيه. دي عائلي يعني، على الاقل تكفي 3 افراد ان شاء الله. ان شاء الله بالنسبه للحجم والكميه تمام، شكلها وطعمها هي ما شاء الله تكفي. بنعملها ما بنخليش البيتزا طالعه ناقصه حاجه. معلش اللي بياخدها بيبقى مبسوط بيها، بيبقى مبسوط وهو بياكلها، وبيبقى مبسوط بشكلها، وبيحس ان هو فعلا دفع فلوس في حاجه تمام. ما دفعش مبلغ يعني، لا من حيث الطعم تمام، ولا من حيث الفلوس، او من حيث الجمال والكميه. كل حاجه بتعجبه فيها
انا عاوز اقول لك يا محمود ان انت واخوك ويعني وقريبك ومراتك بتضحوا، والله بتضحوا كده بالاسعار اللي انتوا بتتكلموا فيها والكميات اللي احنا بنشوفها، والناس يعني الناس بسم الله ما شاء الله بتبقى شبعانه ان الكميات دي مش موجوده بره. والله يا باشا احنا يا محمود احنا مبسوطين من الشغل، كل حاجه بنعملها بنحاول ان احنا نطورها للاحسن. البيتزا بتاعتنا بنفرح لما الزبون بيقول لنا روحوا يعني ربنا يبارك لكم وربنا يحسن ما بين ايديكم، تمام. دعوه الزبون بالنسبه لنا بتفرحنا، كلمه شكرا من الزبون بتفرحنا يمكن اكتر من الفلوس. الكبده بسم الله ما شاء الله الله اكبر، شايفين الريحه يا جدعان تحفه، شايفين الشغل مظبطينها ازاي. تسلم ايدك. مين بقى اللي بيعمل الكبده؟ انا حسين ابن خالد محمود وشغال معانا في المكان. لا تسلم ايدك، ربنا يحسن ما بين ايديك. والله عاوز اقول لهم برضك ان انتوا بتعملوا البطاطس طازه، انتوا بتعملوها بتجيبوها تقشروها. كل حاجه موجوده هنا فريش ان شاء الله، يعني احنا بنعملها حتى الزباين اللي بتيجي بصراحه يعني اعداد مهوله على البطاطس، يعني حابينها قوي الصراحه. ومحمود ما شاء الله يعني ربنا يزيده، وهو بيراعي ربنا في كل حاجه، وكل حاجه بتاعته بالجرامات. واول حاجه الزبون، يعني اول واحد اشوفه الصراحه ان هو بيعامل الزبون بيحاول يرضيه اكتر من نفسه، يعني هو حتى لو مش مرضي هو بيرضي الزبون اكتر يعني. لا والله ده هو فعلا بيحاول يرضي الزبون فعلا في كل حاجه. ربنا في ناس كتير والله يعني جم وكان مش بيحاسبهم، بيديهم لاول مره دوقوا وهم بيجوا تاني. لا هو فعلا الناس هتجيلكوا على طول والله، بس ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديك. ربنا يخليك. بس محمود الحواوشي البلدي بتاعنا طبعا ايه، احنا لما الزبون يجي يطلب حاجه تمام احنا بنشور عليه، بيقول لك عاوز اكل يعني قول لي انهي الاحسن احسن حاجه، فاحنا بنقول له بص حضرتك انت لو طلبت اي حاجه احنا ان شاء الله مش هنقصر معاك فيها وهنعملها لك احسن حاجه، تمام. فمثلا لو زبون طلب سندوتش طبعا ده الحجم بتاعنا البلدي ده ب 30 جنيه، تمام. طبعا سندوتش كبير بس ما شاء الله يعني. ما شاء الله الحاجه اللي بتطلع لازم تشبع. بس ما شاء الله يعني. فالرغيف ده احنا طبعا ايه بنضيف له جبنه، فالزبون ايه بنشور على الزبون احنا انا عاوز حاجه كويسه، فبنقول له مثلا حواوشي اسكندراني جبنه، بيبقى فورمه بيتزا وسط، ما بنطلعش طبعا صغيره. حتى البيتزات اللي عندنا ما شاء الله كلها احجامها، يعني في زباين بتطلب مثلا بيتزا صغيره بتفتكر ان هي هتاكل البيتزا وهتكون جعانه لسه، لا ده بتاكل البيتزا وبيفيد، فهو ده رهنا مع الزبون ان الحاجه انت هتاكلها ان شاء الله وهتشبع، لا ده انت كمان هتفيد منك. فبالنسبه للحواوشي البلدي فده ما شاء الله الرغيف بتاعنا تمام. طبعا بنضيف له جبنه، تمام. السندوتش الرغيف الحواوشي ده ب 30 جنيه، تمام. بنضيف له اضافه جبنه، تمام. بعد كده بنحط احنا للزبون عشان خاطر نطلع الحاجه بتاعتنا مظبوطه، فاحنا ممكن نشيل من مكسبنا مثلا في السندوتش، ممكن مثلا نشيل مبلغ 5 جنيه مثلا او كده، وطبعا ايه نضيف له بيها جبنه عشان خاطر الحاجه بتاعتنا تطلع تاكل في العين، تمام، وفي نفس الوقت تشبع والراجل الزبون بتاعنا يكون مبسوط. لنا كده نبذه بسيطه عن المنيو عندك فيها ايه بالظبط كمان غير البيتزات اللي احنا شفناها والحواوشي والكريبات، طبعا دي حاجه اساسيه. عندك زي مثلا سوسيس، همبرجر. في حضرتك في المنيو بتاعنا طبعا موجود على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، طبعا احنا موجود عندنا بيتزا، تمام. طبعا اصناف يعني الحمد لله اصناف كتيره، في عندنا حواوشي اسكندراني، حواوشي بلدي، حواوشي سجق، في عندنا سندوتشات سوري، تمام. طبعا لحوم باصنافها، السندوتشات السوري باصنافها، تمام. عندنا كريبات حلو وعندنا طبعا اضافات وعندنا كريبات، احنا بنقتصر الموضوع على الحاجات دي عشان خاطر نقدر ايه ان احنا نتقدم فيها، تمام. طبعا كل الجديد في عندنا كمان سندوتشات كبده وسجق وسوسيس، تمام. عندنا كمان عربيه كبده وفي كبده جريل وسجق وسوسيس جريل كمان، وعندنا طبعا ايه في عربيه الكبده سندوتشات طبعا ايه باسعار خاصه اللي عندنا المدارس حوالينا ما شاء الله، المدارس بنزل لهم اسعار 5 جنيه و7 جنيه و10 جنيه حاجات زي كده، تمام. متاحه برضه في الدليفري ان شاء الله. اسمها ما شاء الله يعني ان شاء الله معانا حاجه بتاعتكم بوم البوم الصراحه، والمنيو كمان بوم، اسم على مسمى بوم سبايسي، عامله شغل جامد في مايو ان شاء الله يعني بالتوفيق، وربنا يكرمكم ان شاء الله ومن نجاح لنجاح ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله نشوفكم كده وانتم محلكم عندكم محلات كتيره ان شاء الله باذن الله. شكرا. والله عنواننا مدينه 15 مايو المرحله الثانيه، تمام. اول سور نادي منتدى 15 مايو، تمام. من جوله 23 مفاية 23 قدام المعهد الازهري واول سور المنتدى ان شاء الله. وهي دي اسمها الساحه صح؟ مفيش غير الساحه الجميله دي، الطريق الرئيسي. قاعده جميله كده في الصيف ممتازه يعني، الناس تقعد وتاكل وتتمتع باكل احلى اكل. اتشرف بيك. اسمي احمد عصام. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ايه رايك في اكل بوم سبايسي؟
بسم الله الله اكبر من ساعه ما جربت والله ممتاز. انا في كتير هنا في المنطقه بيعملوا اكل، لا من ساعه ما جربته وانا باكل من هنا على طول. الاكل بتاعهم جميل صح؟ ممتاز. والكميات صراحه بيحطوا كميات يعني كبيره جدا اصلا، يعني بسم الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله بألف هنا يعني. الشيف تقريبا بيخسر يعني. ده هو اصلا عامل احجام للبيتزا جوه كبيره محدش بيعملها بره دلوقتي يعني. بسم الله الله اكبر، يعني دي السمول لا ممتاز يعني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديهم كده، ويا رب دايما كده ان شاء الله ناكل من عندهم على طول. الف انا معلش تعبتك معايا، تسلم تسلم. النهارده صورت مع احسن عربيه بوم سبايسي في مايو في حلوان وفي مصر كلها ان شاء الله رب العالمين. ربنا يوفقكم باذن الله.